السلام عليكم. ازاي كوخ التلج بيبقى دافي؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الغاز غريبة جدا في القطب الشمالي. ازاي ممكن كوخ مصنوع من التلج يبقى دافي من جوه؟ ازاي الاسكيمو بيعيشوا في اماكن درجة حرارتها بتوصل لسالب 50 درجة مئوية؟ تعالوا نكتشف مع بعض اسرار اكواخ التلج وحياة الاسكيمو في القطب الشمالي في رحلة مثيرة جدا ومليانة معلومات مدهشة. معاكم مهندس مصطفى، جهز قهوتك واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ رحلة مليئة بالبهور. هنسافر مع بعض في رحلة طويلة شوية وبالتحديدا في القطب الشمالي. القطب الشمالي هو واحد من أكثر الأماكن تطرفا على الكوكب. درجة الحرارة هناك بتنزل لمستويات مرعبة والرياح بتكون شديدة بطريقة مش ممكن تتخيلها. نيجي بقى لأهم سؤال، إزاي الإسكيمو بيتأقلم مع الظروف دي؟ الإجابة هنا في أكواخ التلج، وأنا بعتبرها معجزة جليدية. التصميم العبقري لكوخ التلج مش مجرد كوخ، دي حاجة كده شبه التحفة الهندسية. شكل القبة اللي مصنوع منها الكوخ بيساعد في توزيع الضغط بشكل متساوي، وده بيخلي الكوخ ثابت جدا قدام الرياح القوية. وكمان القبة دي بتساعد في توزيع الحرارة بشكل متساوي جوه الكوخ. تخيل ان الباب بيكون مصمم انه يكون صغير جدا ومنخفض عشان يمنع دخول الرياح الباردة ويحافظ على الدفء جوه الكوخ. والعازل الحراري السحري اللي موجود في التلج، التلج بيكون فيه جيوب هوائية صغيرة والهواء ده بيشتغل كعازل حراري طبيعي، يعني درجة الحرارة اللي جوه الكوخ ما تقدرش تتسرب بره الكوخ بسهولة جدا، وده بيخلي درجة الحرارة جوه الكوخ أعلى بكتير من بره. رغم إن الكوخ ده مصنوع من التلج ولكن درجة الحرارة جوه بتكون مختلفة جدا عن درجة الحرارة بره. وكمان الإسكيمو بيستخدموا حيل ذكية جدا. الإسكيمو بيستخدموا فرو الحيوانات عشان يعزلوا الكوخ ويحافظوا على الدفء. الفرو بيحافظ على الحرارة وبيخلي الجو جوه الكوخ دافئ ومريح جدا. وكمان بيفرشوا جلود الحيوانات على الأرض عشان يحافظوا على حرارة جسمهم. مش كده وبس، الإسكيمو بيولع نار صغيرة جوه الكوخ ده عشان تدفي الجو. النار دي مش بتكون كفاية عشان تسيح التلج ده، ولكن بتكون كفاية جدا عشان ترفع درجة الحرارة بشكل مريح جدا جوه الكوخ. تصميم كوخ التلج نفسه بيشتغل كفرن، بيوزع الحرارة بشكل متساوي جوه الكوخ. وكمان الإسكيمو بيتبعوا نظام غذائي غني بالدهون. النظام ده بيوفر لهم الطاقة اللازمة لأجسامهم في البيئة الباردة دي. بيصطادوا الأسماك والفقم والدببة القطبية، وبيستخدموا كل جزء من الحيوان في حاجة مفيدة في حياتهم، مش للأكل بس، ولكن بيستخدموا الفراء والجلود في الملابس وفي تدفئة الكوخ. في النهاية كوخ التلج ده مش مجرد كوخ، ده رمز للعبقرية الهندسية والإبداع البشري. الإسكيمو قدروا يتكيفوا مع أصعب الظروف بفضل الحيل الذكية والمعروفة المتوارثة عبر الأجيال. كل ما بنكتشف عنهم بنعرف قد إيه الإنسان قادر إنه يتكيف ويبدع في أصعب الظروف والتحديات. انت كمان ممكن تبدع في أصعب الظروف وممكن تحقق المستحيل. ولو عندك أي سؤال ما تترددش واكتب في الكومنتات، وما تنساش الاشتراك الجميل بتاعك في القناة، ونتقابل في الفيديو الجاي. سلام.